صباح الهنا. أهلا وسهلا بكم في برنامج صباح الهنا. اختيارنا وقت الخوف يختلف عن اختيارنا وقت الأمان. حين نخاف نختار لننجو، وحين نأمن نختار لننمو، ولهذا فإن الطريق الصحيح يولد من الأمان. المقدمة بتاعتي دي مش بتاعتي، مش أنا اللي كاتباها، أنا اقتبستها من صفحة الشيخ إسلام شعيب. على قد ما الكلمات بسيطة وقليلة، على قد إن هي معناها عميق جدا. وأكيد مش أنا لوحدي، أكيد يعني إن ما كانش كلنا بنمر بالمرحلتين دول. أحيانا بنختار عشان إحنا خايفين عشان ننجو، وأحيانا بنختار وإحنا مطمنين عشان ننمو. عشان كده النهارده معانا في الاستوديو الشيخ إسلام شعيب، استشاري أسري وتربوي وأخصائي علاج بالفن ومن دعاة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الهنا عليك. صباح الجمال. نورتنا في الاستوديو. انوار حضرتك. وبمناسبة البوست الجميل ده القوي العميق، احنا اخترنا موضوع الخوف. شكرا جدا. الخوف طبعا مالي حياتنا، فكنا عايزين نفهم يعني ايه اصلا خوف. تمام. في البدايه يعني نقول نوجه الامتنان والحمد لرب العالمين، الحمد لله. المؤمن الذي يؤمن القلوب ويهبها الاطمئنان. وشكرا على الاقتباس الجميل يعني المفاجئ. حضرتك. لو هنتكلم عن يعني ايه خوف، الخوف هو واحد من المشاعر الاساسيه اللي اتخلقت في فطره الانسان. يعني الخوف ده مش عيب، مش حاجه غلط، مش ضعف، لكن شيء في الفطره، اتخلق في فطره الانسان علشان يستمر في الحياه. فلو هنقول برضو الخوف هو استجابه الجسم والعقل لتهديد. التهديد ده اما تهديد حقيقي فعلا او تهديد لسه متوقع. فأي إنسان مهما بلغت قوته، مهما بلغت سيطرته على حياته، لازم تظل جواه منطقة الخوف. وصوت الخوف معناه إنه أنا لا ضعيف، ولا ينفع الصوت ده إن أنا أسكته أو أكتمه أو حتى أحكم عليه، ولكن مطلوب مني أنا أسمعه. رغم إن القرآن أكتر شعور في القرآن نهى عنه، وأكتر شعور رب العالمين طلب إن إحنا نوقفه عند حد ونعمل له زي فرامل كده، هو شعور الخوف. لأنه الخوف مقبرة الحياة، والخوف هو ظلال العقل، يعني هي أفكار وتصورات في العقل. فأحيانا بيكون الخوف هو انفصال الإنسان عن نوره، عن ذاته، عن نور ربنا فيه، وعن علاقته بالله كتير من الأحيان. فبيكون رسالة وقتها إنه الإنسان يرجع لنفسه مرة تانية، يتصل بقلبه، يتصل برب العالمين. وزي ما قالها مولانا جلال الدين الرومي، أن الخوف ظلال العقل، عندي أفكارك وسيناريوهاتك وتشتت العقل. والروح الموصولة بنورها لا تعرف هذه الظلال. يعني إذا أنا اتصلت بقلبي وبربي، كل المخاوف دي بتختفي. تمام. طيب احنا دايما بنلاقي الأطفال ما بتخافش، بتقدم على حاجة كده بتلقائية، شهور وسنة وسنتين. يعني ممكن تمسك أي حشرة، ممكن صحيح. تدخل في الضلمة. لكن احنا بقى ليه بنخاف؟ ده يعني جميل جدا. الجزء الأول هو ليه الأطفال ما بتخافش. وده كان عملوا فيها تجربة، وضعوا مجموعة أطفال في يعني تجاوز 3-4 سنين مع مجموعة من التعابين ضخمة جدا، الفيديو منتشر جدا معروف. كان الهدف منها إنه الخوف هو فعلا مجرد سيناريو عقلي. فإحنا ليه بنخاف؟ بنخاف مع الوقت بسببين: ملناش كتير في نفسنا، ملناش كتير في ربنا. يعني النقطتين دول. ملناش كتير في نفسنا. موضوع الطفولة أو الفطرة اللي حضرتك بتحكي عليها دي، إن مع الوقت ملناش كتير في نفسنا. الإنسان إما صدمات حصلت في الطفولة لم أهتم بيها، لم أعالجها، لم أراعيها، أو هذا الإنسان لم يتلقى الحب الكافي، أو وجودي في بيئة فيها أب أو أم، أو أب وأم على درجة عالية جدا من العصبية والغضب، ينتج عنها ردات فعل حادة وعنيفة، وبالتالي بينتج هذا الإنسان الخائف. أو برضو الإنسان اللي بيتعرض معظم الوقت للتهديد من صغره. كل ده بينتج عني شخص هو خائف طول الوقت، وده بيفقد اتزانه. ده الجزء الأول. الجزء الثاني، ده ملناش كتير في نفسنا، ملناش كتير في رب العالمين. هي آية بتكشفها: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. كلمة الشيطان يعدكم هنا، ده مش وعد بالجمال، وعد بحاجة جميلة. يعدكم يعني هيزرع فيك، يزرع فيها بقى الشيطان، هيزرع فيها مخاوف.
كلمة الفحشاء هنا مش معناها الفعل القبيح. الفحشاء هي الفكر الذي لا يليق. وده فرق بينهم. الفاحشة هي الفعل الذي لا ينبغي. ما بناء عن الفكر هتأتي الفاحشة. لذلك هو الشيطان بيزرع المخاوف في الإنسان. بمعنى إيه؟ هتصرف كتير حتى لو في الحلال، حتى لو صدقات، خاف عشان هتفتقر فأخاف. بلاش تنصحهم نصيحة كويسة ولا تديهم معلومة قوية لا يسبقوك ويتقدموا عليك ويتفوقوا عنك، فأخاف. هنا يبدأ بقى اللي هو فقر المال. اوعى تصرف كتير، خلي بالك الفلوس مش كتير، ضيق الرزق. فهنا الإنسان بيخاف على المال. فقر، نقول فقر المشاعر. اوعى تحب من قلبك قوي عشان ما تتوجعش قوي. امال احب من ركبي؟ طبيعي ان انا احب من قلبي وادخل تجربه واتعلم واستفيد. فهنا ده فقر مشاعر. واتعلم ان انا اختار صح بعد كده، يعني في فوائد من التجارب الفاشله. الحياه تجربه كبيره جدا طبعا. صحيح. فقر الفكر، ان هو رايي مش مهم. لو اتكلمت افكاري حتى ما اعتقدش انها تكون ملهمه لحبايبي والناس اللي حواليا. هنا الإنسان عمل إيه؟ لو استجاب للأفكار دي، هو خلق الخوف بنفسه، وما تؤمن به يتجلى في حياتك. فهنا الإنسان طبخ الخوف بإيده، وأنت لازم تتذوق هذا الخوف. مع أن عندنا العلاج في الآية أن وعد الله موجود، والله يعدكم، ما قالش مغفرة وبس، يعدكم مغفرة منه وفضلا. والله واسع، فضل ووسع. فضل ووسع في إيه؟ صح. يعني فضل ووسع وبركة في العطاء، في الصحة، في المال، في الحب، في الفرص، في الشفاء. الله. ده معنى كده ان الخوف ليه انواع كتير. ده حقيقي جدا. يا ترى ايه انواعها بقى؟ يعني المخاوف دي في مخاوف داخليه ومخاوف خارجيه ومخاوف منطقيه ومخاوف مش طبيعيه. ده حقيقي. ده يعني زي ايه بقى؟ وجود الانسان طول الوقت تحت الضغوط، وان انا قاعد طول الوقت استقبل واسمع عن المخاوف والاحداث اللي بتحصل والكوارث، واسعار طلعت واسعار نزلت وحروب. طبيعي لازم الانسان يخاف. وفيروسات وامراض. فهنا بيتولد عند الانسان مجموعه او انواع من المخاوف زي ما حضرتك ذكرتي. ممكن نلخصها زي مثلا خوف الفقد. ده نوع من انواع المخاوف معروف جدا. الانسان يخاف على يفقد صحته، يفقد مال، يفقد وظيفه، يفقد حب، يفقد علاقه. وهنا الإنسان لازم يستحضر الله، يعني إن الله هو الحافظ، والله هو المدبر، ونعم بالله. وأن كل أنا وما أحب اللي أخاف عليه ده نقع تحت قبضة رب العالمين، وتحت حفاظة ورعاية رب العالمين. فلازم الإنسان يفوض في المنطقة دي لله سبحانه وتعالى. خوف تاني من ألوان الخوف هو خوف السيطرة، فقد السيطرة. عندي شغل متعلق بيه جدا، عندي علاقة متعلق فيها أولاد، أسرة، لون من ألوان المشاعر زي الحب، فأخاف أن أنا أفقد ده. وده بيبقى صعب جدا، لأنه بيخلي الإنسان طول الوقت عايش تحت إما تهديد وتوتر. فالحل هنا إنه لازم أسيب الأمور تمشي بمجراها الطبيعي، والحياة تاخد مسارها. لن يقع في كون الله إلا ما أراد الله. والقلب الذي يخاف الفقد هو ليس ضعيف، ولكنه يحتاج إلى الاعتماد على الله. هنا أنا محتاج أرخي قبضتي شوية عن المحيط اللي حواليا، عن أولادي وأخاف على تربيتهم، عن شغلي، أنا خايف على وظيفتي، على ممتلكاتي. لازم ترخي القبضة شوية وتسمح لرب العالمين أنه يتدخل، هو يسهل وييسر ويحرك هذه الأمور. الآية واضحة جدا: لست عليهم بمسيطر. وانت ما فيش انسان في الوجود يملك السيطره على اي شيء. ودرس السيطره درس قاسي جدا، لان الوحيد المسيطر او اسمه الله المهيمن. فده الانسان يحتاج فيها فعلا الاعتماد على الله. من اشكال او الوان الخوف ممكن نقول خوف الفشل. ده بيوقف الحياه كلها وممكن صحيح. كمان يدمرها. نعم، ده شائع جدا، لانه هو معطل للانسان فعلا. هو ده المقبره. ليه؟ لانه بيخلي الانسان ما يدخلش فرص جديده، يخاف من ممكن يضيع على الانسان نجاحات هو لا يتصورها. يعني معنى كده ان المخاوف ممكن تاثر على قراراتنا وعلى صحتنا النفسيه وصحتنا الجسديه كمان. فعلا حقيقي. ازاي طيب بتاثر على صحتنا الجسديه والنفسيه؟ ربنا يفتح لحضرتك. زي ما قلنا، الانسان لما يسمح ان عقله يمشي مع السيناريوهات دي
وبالتالي قلبه يقع تحت الضغوط، فبالتالي العقل بيخرج عن مساره الطبيعي والقلب بالفطرة بيخرج عن مساره الطبيعي، فبيقعوا الاثنين تحت تشويش وضغط. بينتج عنه ايه بقى هنا؟ على المستوى النفسي انا بيحصل لي بكون اما انسان قرارات مندفعة، قرارات متسرعة، قرارات خاطئة لأنه أنت خرجت عن الحكمة القلبية. بيحصل عندي إنه القلق الشديد والتوتر الشديد، هو كل ده غير إنه بيأثر على العقل في وقت اتخاذ القرار، وبينعكس على صحته الجسمانية كمان، آلام وأوجاع وأمراض وأرق، وقد يمتد الأرق مزمن، أمراض نفسها قد تكون أمراض مزمنة. وبالتالي تأثيره كبير جدا من ناحية أنه قرارات تخالف الحكمة القلبية، قرارات متسرعة، ومع الوقت بيكون الشخص ده نفسه شخص متجنب، كان بيبدأ يتجنب الحياة، يتجنب القرارات، لأنه شايف أنه مش قادر يتواصل، معظم اللي بيقرروا خطأ، وبالتالي بيكون كمان شخص مستنزف فعلا. طيب يعني آخر حاجة نختم بيها مع حضرتك، أدعية أو أذكار تقولها لنا نمشي بيها على مدى حياتنا بعد كده عشان ما نخافش. جميل جدا. لو هناخد أوراد، كان مولانا جلال الدين الرومي يقول ما تخشى وما تخاف منه يقودك، يعني اللي تخاف منه يقودك للطريق. فما فيش طريق يعني أفضل من طريق رب العالمين. عندنا إذا أنا حاسس بمخاوف على حياتي وصحتي ومالي وعيلتي وعملي، حسبنا الله ونعم الوكيل، أو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ده الذكر الأول. الذكر الثاني لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الأسماء الحسنى اسم الله المؤمن، لأنه ده الاسم الخاص بالمخاوف. آخر حاجة ممكن سورة الشرح، إن أنا كف إيدي اليمين على القلب بقرأ سورة الشرح 11 مرة، دي يعني تأثيرها مجرب جدا ومشهود له في إنزال السكينة والاطمئنان ويعني تشتيت مخاوف الإنسان. زي ما حضرتك عارف إن المشاعر المثلث المعرفي، الأفكار بتقودنا المشاعر، صحيح. والمشاعر بتقودنا لسلوك. عشان كده أنا دايما بقول إن الخوف ده مش بيمنع الموت، لكنه بيمنع الحياة. الله. نعم. فعلا صح. لازم نسعى دايما عشان نستمد طاقتنا النورانية من الله ليملأنا بالإيمان والطمأنينة. شكرا جزيلا لحضرتك فضيلة الشيخ إسلام شعيب، وإن شاء الله نجدد لقائنا مع حضرتك تاني في لقاءات تانية كتير نستفيد منها كلنا بإذن الله. دلوقتي نروح فاصل ونرجع للفقرة التانية.